الجديد في هذه القضية أن نقيب الصحفيين التونسيين تلقى منذ قليل حسب ما بلغنا اتصالا من وسيط ليبي يعلمه بأن سفيان الشرابي ونذير الكتاري هما بصحة جيدة، وينفي خبر إعدامهما من قبل الجماعات الإرهابية المتطرفة. فيما يتعلق بردود الفعل، هناك استنكار كبير من قبل كل فعاليات المجتمع المدني والإعلاميين والحقوقيين والنقابيين. كنا منذ قليل، يعني منذ تقريبا أكثر من ساعة، في مقر نقابة الصحفيين التونسيين، وهناك تجمع العشرات من الصحفيين ومن مكونات المجتمع المدني، وهناك حالة من الشك والترقب لتأكيد الخبر أو نفيه من جهات رسمية أو غير رسمية، خاصة مع الظروف التي تمر بها ليبيا والفوضى العارمة التي تجتاح البلاد. رسميا الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية نفى الخبر وقال أنه لا وجود لتأكيد رسمي من الجانب الليبي لهذا الحدث. وزارة الخارجية وسفارة تونس بليبيا والنقابة أيضا أكدوا جميعا على أنه هذا الخبر عاري من الصحة. خلية الأزمة اجتمعت في اجتماع طارئ وضمت ممثلين عن وزارة الداخلية والخارجية والدفاع، وتبحث الأمر. بالعودة إلى هذا الحدث، مع ما حدث الاعتداء على مجلة شارلي إبدو في باريس، يعني نذكر دعوة النقابة أو دعوة نقيب الصحفيين إلى التضامن مع الصحفيين في العالم ومع الضحايا في باريس، وما تبعه من قرصنة موقع الرسمي للنقابة أمس، ومع إعلان تنظيم الدولة الإسلامية في رسميا عن وجوده في ليبيا كفرع للقاعدة أو يعني تابعا لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. يمكن أن نجزم بأن هناك نوعا من التحرك في هذا الإطار، على أن هذا التنظيم يريد فرض وجوده وحتى يشعر بأنه موجود، يعني وأنه يتحرك ويضرب في كل مكان. وهذا ما يمكن أن يجعلنا نذهب إلى تأكيد الخبر، وبين أن شكرا نفي لك. التأكيد لا جديد حد الآن.